بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد وحلقة جديدة واستوديو بروفيسور، الحلقة الثالثة وبرشامة النادي الأهلي قبل مواجهة نادي الزمالك غدا في كأس السوبر المصري لموسم 2020-2021، يعني الموسم اللي قبل اللي فات. موسم قبل اللي فات اللي الزمالك فيه كان بطل الدوري وبطل الكاس، والأهلي كان وصيف الدوري ووصيف الكاس. المباراة اللي هتلعب غدا في الساعة 7 بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات الشقيقة. الماتش اللي بيعني الكثير والكثير للفرقتين الحقيقة، مش للنادي الأهلي بس، زي ما الميديا كلها بتشير إن المباراة هي مباراة مهمة جدا 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 للنادي الأهلي، وإن الزمالك مقبول إنه يخسر. ولكن في الحقيقة هي مباراة مهمة جدا للفرقتين. هنتكلم سريعا من وجهة نظر النادي الأهلي ازاي يكسب المباراة دي، التشكيل المتوقع، ونصيحة كده في الآخر لكل لاعب من لعيبة النادي الأهلي المتوقع ان هم يلعبوا في التشكيل الأساسي بكرة. الماتش يمكن في أبرز الغيابات عن النادي الأهلي هو أليو ديانج اللي عنده شد في العضلة الخلفية. الماتش صعب جدا نفسيا على لعيبة الأهلي. ليه؟ لأن النادي الأهلي لا يملك اللعيب اللي عنده شخصية النادي الأهلي. يعني تحس ان سكواد الاهلي كله ما فيهوش اللعيب التقيل اللي عدى عليه مواقف صعبه. ما فيهوش حسام غالي، ما فيهوش امام متعب، ما فيهوش عصام الحضري، ما فيهوش ابو تريكه، بركات، فلافيو، وائل جمعه، ما فيهوش عبد الله السعيد، وليد سليمان، حتى مؤمن زكريا ربنا يشفيه. ما فيهوش اللعيبه اللي عندها الشخصيه والكاريزما بتاعه النادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن كان اتعرض من 6 سنين لموقف مشابه لموقف اللي هيتلعب فيه الماتش بكره. كان الاهلي هو وصيف الدوري ووصيف الكاس في موسم 2014 2015، واتلعب فعلا الماتش على استاد هزاع بن زايد، وقدر الاهلي انه يكسب 3-2 بعد الزمالك كان متقدم بجول عمر جابر ومحمود كهربا ضيع بينالتي. قدر الاهلي يرجع ب3 اهداف، وفي الاخر خالص الزمالك حط الجول الثاني ليه، والاهلي من الماتش ده وخد ترند الصعود وفضل يكسب الدوري الممتاز لمده 5 سنين على التوالي. فماتش مهم جدا للنادي الاهلي. التشكيل المتوقع للنادي الاهلي هو محمد الشناوي في حراسه المرمى، علي معلول من الشمال، محمود متولي، محمد عبد المنعم، اكرم توفيق، عمرو السولية وحمدي فتحي. في الامام طاهر محمد طاهر وبرونو سافيو واحمد عبد القادر ومحمد شريف. يمكن ده التشكيل المتوقع بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظر المدير الفني، ولو ان انا مش مع التشكيل ده 100%. انا شايف ان يحتفظ ببرونو سافيو بره، احمد عبد القادر بره، ويلعب مكانهم مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر ناحيه الشمال، وناحيه اليمين كريم فؤاد. ممكن تبقى دي تشكيله اوقع شويه للناحيه الخططيه وناحيه الزياده في نص الملعب. دي تشكيله. عايز تكسب الزمالك سيب له الكوره، سيب له الكوره. ما تحاولش انك انت تلعب انك انت تخلص الماتش بدري. الزمالك عامل زي الملاكم الرخم. هو تنح رخم، مش هيديك فرصه ومش هيلعبك كوره. الزمالك مش هيلعبك كوره. وانسى الماتش الاخير بتاع الكاس ده، لان الزمالك اصلا كان نازل حتى الماتش ده مش بفكره الاستحواذ. هو الزمالك فجاه لقى نفسه جاب جونين من يعني هدايا دباديب ودفاع الاهلي بيديها له، مره الشناوي، مره 7 من لعيبه الاهلي بيتفرجوا على امام عاشور وهو بيعمل وان تو مع زيزو. فالزمالك فكر جوزوالدو فيريرا ان انا بزهقك في الماتش، اضربك في اوقات معينه وارجع أأمن حصوني الدفاعية. الزمالك منظومته الدفاعية قوية، منظومته الهجومية عندها حلول، ولكن الزمالك مش فرقة التيكي تاكا، مش فرقة انها تمسك كورة. الزمالك بيعتمد على مبدأ اضرب واجري، حط جول، أمن ورا، زهق والعب على التفاصيل واخطاء اللي قدامك هتكسب. لكن لو انت سبت الاستحواذ زي الزمالك في اول الماتش، ما كنتش مستعجل، امنت نص ملعبك كويس، اطمنت على حالتك الفنيه كويس، ما دخلتش وانت بايع نفسك في الماتش ولا عايز تخلصه بدري، هتقدر انك انت تكمل 90 دقيقه وما بعد 90 دقيقه كمان. لان انت الاجهز بدنيا من نادي الزمالك، برغم ان انت كنادي اهلي لعبت ماتشات اقل من نادي الزمالك. يمكن الاهلي لعب ماتشين في بطوله افريقيا وماتشين في الدوري، الزمالك لعب 4 ماتشات في بطوله افريقيا، ماتش سوبر بتاع كاس لوسيل وماتشين في الدوري العام. ولكن الاهلي بدنيا واقف على رجله 90 دقيقه. اذا الاهلي مش محتاج انه يستعجل انه يلعب الماتش ولا انه يكسبه، محتاج انه ياخد ثقه، محتاج انه يلعب على التفاصيل، محتاج انه يهاجم من العمق. ايوه من العمق. ليه؟ العمق هو اضعف خطوط الزمالك. المساحه اللي ما بين
اشرف رؤى والسرد باكين، هي دي المساحه اللي انت تقدر تستغل فيها نقطة قوة انك انت تقدر تشوط من بره 18 كتير. ما تحاولش انك تدخل قوي وتعمل انفرادات وفرص حقيقية، لان محمد عواد هو نقطة قوة لنادي الزمالك في قصة الانفرادات دي، او انك انت تلعب الكور الطويلة المرسلة. هتلاقي محمد عواد خارج وبيغطي على زملائه سواء سرد باكين او حتى لو لعب بثلاثة في خط الظهر. محمد عواد ممكن لو انت باغته بتسديدات بعيدة المدى ممكن يغلط ويجلف واحدة. تاني حاجة، ما تحاولش انك انت تستفز من لعيبه الزمالك. لعيبه الزمالك حتى لو جاب الجول هتتنح، لا، قسم الماتش، خده بالراحه. حتى لو انت جه فيك هدف الاول ما تندفعش هجوميا، لان الزمالك برضه هيضرب انه يخلص الماتش في الوقت ده. ما تندفعش هجوميا، لم نفسك ولم اوراقك وابتدي تاني من الاول، حاول تهاجم بس بحذر. تاني حاجه، خلي بالك من اول ربع ساعه في الماتش واخر ربع ساعه في الماتش. اول ربع ساعه في الماتش الاهلي لو دخل بايع نفسه مهاجم عايز يخلص الماتش من الاول هيباغت بواحده. الزمالك نقطه قوته فين؟ الزمالك نقطه قوته في فوارق السرعات في الخط الامامي ما بينه وما بين مدافعين الاهلي. عندك مشكله حقيقيه في وسط ملعب النادي الاهلي، الفراغ. تحس ان الملعب بيلق على حمدي فتحي وعمرو السوليه، تحس ان في سبيس كبيره ما بين حمدي فتحي وعمرو السوليه وما بين خط الدفاع. تحس ان في سبيس حتى بالعرض او مساحات ما بين محمود متولي ومحمد عبد المنعم. طبعا لا جدال على ان علي معلول هو احد اضعف الركائز الدفاعيه عند النادي الاهلي. بقالنا 7 سنين من ساعه ما علي معلول جه الاهلي وهو نقطه ضعف، ونقطه ضعف لا تعالج على الاطلاق. لو انت حطيت احمد عبد القادر، لا احمد عبد القادر هيساند علي معلول ولا علي معلول هيساند علي معلول نفسه شخصيا، فبالتالي دي هتبقى مشكله كبيره جدا. يقدر زيزو انه يروح ويجي في الناحيه دي براحته تماما. اذا انت محتاج لعيب زي طاهر تميله ناحيه علي معلول عشان يقدر يرجع ويساند في النواحي الدفاعيه. طيب، نصيحه لكل لاعب، محمد الشناوي يا ريت بلاش فزلكه. يا ريت تفتكر محمد الشناوي بتاع 2018. يا ريت تفتكر ان انت الحارس رقم 1 في الاهلي. مفيش عصبيه، هدوء، تنبه اللعيبه لكن ما تدخلش في مشاحنات مع اللعيبه. علي معلول، انا بثق فيك جدا، عارف ان انت في اوقات كتير جدا هتبقى قد الميعاد. حتى لو كنت قليت بدنيا فخبرتك بتكفي في المواقف دي، ومحتاج انك انت تلعب السهل، ومحتاج انك انت طلوعك يبقى بحساب. ولازم دايما تبقى بتكلم زمايلك في الخط الخلفي ان حد يجي يرحل يغطي مكانك في حالة ان انت بتطلع. محمود متولي، انت بطيء وضعيف. طب في الحالة زي دي تعمل ايه؟ لازم تعمل حساب فوارق السرعة بينك وبين الجزيري او سامسون او اي لعيب من الزمالك ايا يكن، انت ابطأ منه. انت كورتك ممكن تبقى كويسة، بتعرف تطلع كرة من الخلف الامام بشكل كويس جدا، ولكن انت بطيء. ممكن يبقى عندك فكر في التغطيات، لكن العب السهل، ما تدخلش في صراعات بدنية او انك انت تدخل في سباقات سرعة، لان انت بطيء جدا. تسيب مساحة متر ولا 2 متر بينك وبين المدافع، بينك وبين المهاجم، عشان تقدر انك انت ما تخليهوش عادي منك ويحطك في ظهره. محمد عبد المنعم، بلاش فزلكه، بلاش عصبيه، بس ركز. بس كده انت باشا. بس يعني لما بتركز بتبقى حاجه تانية خالص. اكرم توفيق، بلاش تهور، بلاش دخول بغشوميه على اللعيبه. ممكن يبقى في حكام اجانب مش هيرحموك الانذارات او من الكروت الحمراء. التاكلينج والدخول بعنف على اللعيبه هيؤدي الى كارت احمر او فاولات في مناطق خطيره جدا. بلاش التهور، العب راجل زي ما كنت بتلعب، ولكن ما تحاولش تثبت حاجه لحد. انا بحس ان انت بتحاول تثبت ان انت راجل واكرم رجوله، فبالتالي تبقى داخل بايع نفسك. ممكن تعمل فاولات في اماكن صعبه جدا او تحصل على انذارات وكروت حمراء. حمدي فتحي، انت مركز الفتره دي، انت كويس، كيب اون، ركز. حاول ان انت تبقى ميال اكتر ناحيه الخط الخلفي وتتوقع اخطائهم، واوتوماتيك انت ممكن ترجع تغطي على اي سيرد باك يسرح لقدام او ما يبقاش سرعه. يعني انت نفسك تقدر تلعب ليبرو خط وسط او ليبرو متقدم لخط الظهر، كامل زي ما انت. اكيد هتفرق كتير مع النادي الاهلي. عمرو السوليه انت بعيد جدا عن مستواك بقالك فتره، ولكن انت برضو بدنيا انت من المفترض ان انت تبقى جاهز.
العب السهل. خليك مع مجدي قفشه لو حصل ومجدي قفشه لعب، فانت هو بتقدروا تبقوا رمانه ميزان للاعيبه النادي الاهلي، تقدروا تبقوا حلول. عندك الثرو باسات الطوليه ممتازه، تكمل على الكره العرضيه، تحاول انك انت تستعيد حساسيه التصويب من بعيد، انت مميز فيها، انت لعيب كبير، احنا بنثق فيك. طاهر محمد طاهر لو لعب، شوف يا طاهر، الناس كلها بتشيد بيك، مكمل زي ما انت. انا مش مستني منك حاجه، مش مستني منك ان انت تعملي الابهار البصري، بس كمل بالرجوله اللي انت ماشي عليها الفتره اللي فاتت. ما تفزلكش، ما تصعبش كرة على نفسك، العب السهل بس، ما تحاولش انك انت تبدع. العب السهل والعب راجل. احمد عبد القادر لو لعبت، يا ابو حميد، الكوره مش استعراض، الكوره هي في فرقه معاك، في لعيبه تانية معاك، تقدر تلعب السهل، تقدر ان انت تاخد حساسيه الماتش عن طريق ان انت تدخله بالتدريج. يعني دايما بحس ان احمد عبد القادر بيدخل الماتش، لو دخل ورقص اول مره ومشيت بيكمل كويس، لو ما مشيتش اول وتاني مره بتلاقيه يقع. لا، ادخل الماتش، العب السهل، وبعد كده واحده واحده ابتدي بقى ايه، استعرض، ابتدي استخدم مهارتك، لكن ما يبقاش اول حل ليك هو الحنكشه الفرديه. برونو سافيو لو لعب، ما عنديش ليه نصيحة، مش عارف له يعني نقطة قوة معينة، هو لعيب بتاع لقطات، يعني ما اعرفش، اتمنى انه يعمل حاجة كويسة. مجدي قفشة لو لعب، انا عارف ان دي ماتشاتك، وعارف ان انت اسطى نص ملعب، وعارف ان انت ساعات كتير جدا بتنزل تبقى حل لاي حد مزنوق في الكورة. الماتشات دي بتاعتك، احنا بنثق فيك، يا ريت بس بعد من المجهود تقدر ان انت ترجع مجدي قفشة اللي احنا عارفينه. محمد شريف هتيجي، الكرة هتيجي وهتعوق، الماتش ده بتاعك، وتوقع اخطاء مدافعين الزمالك، وما تحاولش ان انت تصعب الكرة على نفسك، وحاول ان انت تعمل غير متوقع، حاول ان انت تنزل تلمس مع لعيبه نص ملعب، حاول ان انت تاخد شويه ثقه من اللعيبه اللي حواليك، انك انت تنزل تدي لمسه هنا، تعمل اسيست هنا مثلا لرفعه، تعمل كل الكلام ده. انا مش متوقع انك انت تكسر الدنيا، ولكن انا عايز اشوف محمد شريف اللي بيدحر على كل كوره، عايز اشوف محمد شريف اللي بيتحرك التحرك السليم، عايز اشوف محمد شريف اللي بيعرف يفضي نفسه صح. اكيد لما تجتهد هتلاقي. دي نصيحه فرديه للاعيبه النادي الاهلي، نتمنى ان احنا نشوف حاجه محترمه من النادي الاهلي. الماتش ده هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي. يا رب يا رب الماتش يطلع بشكل ممتاز وشكل كويس، يليق بالكره المصريه، يليق بالنادي الاهلي. طبعا لو حصل والاهلي كسب، هنهدى برضو، ومش هنقيم المدير الفني الجديد ولا نطلع بيه السما قوي، لان ده ماتش مش بيدل على تقييم نهائي للمدير الفني. طب لو خسر، هيبقى في شكوك كبيرة جدا حوالين المدير الفني ده، قلق كبير جدا هيتسرب لجمهور الاهلي اولا، اللي هينعكس بالطبيعه على الاداره، اللي هينعكس على اللعيبه، اللي هينعكس على المنظومه بالكامل. فرصه ذهبيه لنادي الزمالك انه يقضي على النادي الاهلي دلوقتي، وفرصه ذهبيه للنادي الاهلي انه يكسب الزمالك ويرجع ثقه في نفسه. ماتش ببطوله في ايدك، تقدر تركز، ركز. انا خايف من الاهلي على الاهلي، انا خايف من الاهلي على الاهلي، وافتكروا كلامي ده. لسه الاداء ما تحسنش قوي، لسه عندنا اخطاء كتير جدا في المنظومه الدفاعيه، لسه عندنا اخطاء كتير جدا على مستوى الحلول الفرديه، ما عندناش حلول فرديه. الروح، روح الفانيلا هي الشيء الوحيد اللي يقدر ينفعك في الماتش ده. يا ريت نلعب رجاله. نشوفكم ان شاء الله غدا بعد المباراه، نتمنى فوز النادي الاهلي. استنونا بكره بعد الماتش على طول. تصبحوا على خير، سلام عليكم.